لا حل لنا سوى هذا. اعتدت على السفر يا جهيم. ما بك يا ميسون، امتهنت السفر منذ سنين ولم أرك بمثل ما أراك عليه اليوم. لا أدري ما الذي ينتابني، هاجس داخلي ينبئني بما لا تحمد عقباه. دعي الأوهام جانبا وآتنا بما يثلج الصدر من شراب بارد. سآتيك بما تنعش به نفسك. أي طريق ستسلك؟ ما هذا يا ميسون؟ متى كنت تسألين عن أي طريق أسلك أو دار أسكن أو طعام آكل؟ عندما يضطرم الوسواس في داخلي ولا أجد له جوابا. بما تتمتم يا بهلول؟ أنشد وأغني. والله ما أعرفك منهم أيها الضيف الكريم. ليس بيني وبينهم صلة قربة. أو تدري أن مغنيا عند الوالي علي بن عيسى قد نال 100 درهم في ليلة واحدة؟ وكم من الشعر غنى؟ على مدى ليلة واحدة. ما يضحكك؟ أو تسمع بابن جامع؟ لا. إنه مغن من الحجاز،
حضر إلى الرشيد فغنى له 3 أبيات، فمنحه عن كل بيت 1000 دينار، مبلغ لو وزع على جائعي بغداد قاطبة لأطعمهم على مدى حول بأكمله. يا بني، سأترك لك من المال ما لو بقيت طوال الدهر مبذرا لما نضب. يخيفني ذلك المال يا أبي. مما يخيفك يا مهان؟ من أن تتكرر ثورة الناس عليك. نقمعها كما فعلنا سابقا. أو تشك بقدرة الوالي علي بن عيسى على المراوغة والمناورة؟ أخشى ألا ننجو في المرة القادمة. أتخوفني يا بني؟ لا، إنما أحذرك أيها الوالي. وليت على هذه البلاد 2 متواليتين، وها أنا ذا لا أزال حيا. فوالله ما ولي رجل على خراسان وبقي أكثر من أيام أو شهور. إن نجوت من غضب الناس فلن تنجو من غضب الخليفة. غضب الخليفة؟ والله إن غضب الخليفة لا أهون علي من غضب رافع بن ليث. ما دام الخليفة يكتفي بالهدايا والنعم فنحن في أمان واطمئنان، ولدينا الكثير من الهدايا والنعم التي لا تنضب. المهم عندي الآن يا مهان غضب ذاك اللعين ابن ليث. هذه خراسان يا أبا وهب، وأنا متأكد أنك ستسر فيها كثيرا. ربما طاب لك المقام فيها فعدلت عن العودة إلى بغداد. لا، بغداد مولدي ولحدي يا رجل. سنذهب غدا إلى دار الوالي، سيسر بك كثيرا، وخاصة وأنت قادم من بلاط الخليفة. لم لا تركب حصانك يا أبا وهب؟ مسكين، أتعبه المسير وأضناه السفر. سيعجب الوالي حصانك دون شك. ما بك يا أبا وهب؟ هل لدى الوالي اسطبل للأحصنة؟ لا عليك، سيجد حصانك الرعاية التي تتوق إليها. أنت رجل طيب يا قصي. شكرا شكرا يا أبا وهب. ماذا تطهين في هذا الجو الحار؟ رافع، بإمكانك الانصراف. إنما أسألك. ولم؟ أخاف عليك حرارة الشمس. اسمع يا رافع، لا يستحسن لك الوقوف على باب داري. عابر سبيل يطلب شربة ماء، ثم إنني قريبك واعظ. يكفي يا رافع يكفي، قلت لك لا يستحسن لك الوقوف على باب داري. قلت لك أريد شربة ماء. نضب الماء في الدار. آتيك به. لست بحاجة إليه، اذهب. أين زوجك؟ سافر هذا الصباح. إلى بلاد الديلم؟ وما شأنك؟ يا لعنادك الذي يأسرني، ويا لحبك الذي لا يموت. هذا حصانك فعلا يا أبا وهب؟ ولكنني أحذرك،
إنه يكره الولاة والديكة على حد سواء. الولاة والديكة؟ ولم الديكة دون غيرها يا أبا وهب؟ لأن في الديكة والولاة 3 خصال متشابهة: الاغتيال رياء، والصياح هباء، والأكل جفاء. لن نجافيك في طعامنا، اطمئن. أيأكل ويتبرز؟ هاتان الصفتان أتركهما لسيدي الواعي. احذر سيدي، احذر، هذا يرفس. لا أظن أن حصانا بهذه النعومة يرفس. لا أضمن لك ذلك. سل قصيا، ما أتينا بك إلى هنا إلا كي ندنيك منا. سل قصيا، قسما ما أتيت إلى هنا إلا لكي أدنيكم مني. ويحك يا أبا وهب. ذنب حصاني الذي رفسك رغما عني. أنا أحذرك سابقا، أحذرك من الحصان، إنه يرفس. قلت لك يرفس. يرفس رغما عني. يعني أكون رفس القصي. رفس الحصاني. منذ وصلت من سمرقند وأنت تصحبني بهذه الطريق ذهابا وإيابا ذهابا وإيابا، ما الأمر؟ لهذه الطريق ذكرى، ولي في هذه الدار أمل. ماذا تقول يا رجل؟ في هذه الدار يا ماهان تقبع قريبة لي، أحببتها بشغف، ولكن القدر عاندني فتزوجها رجل غيري. وما الذي دفعها لرجل دونك؟ ثراء تاجر. لكن الدار لا توحي بالثراء. استبدلت الدار الأولى بهذه الدار مذ ذهبت أموال زوجها في تجارة خاسرة. وأين زوجها الآن؟ في سفر. لا تضع أمانيك فيما لن يتحقق. سيتحقق إن شاء الله. كيف؟ 2: طلاقها ممن يتولاها أو موته. هيا يا قصي، هيا. لما لا تبقى في دارنا يا أبا وهب، فنأنس بك وتأنس بنا. أما أن تأنس بنا فقد صدقت، لكن أن نأنس بك فربما كذب. هب أننا دعونا للشق الأول، فما تقول؟ خير لي دار قصي. ولما؟ أما وقد رأيت من رعيتك ما رأيت، فأخشى على دارك ومن فيها أكثر من خشيتي على دار قصي ومن فيها. هيا يا حصاني. يا قصي. نعم يا سيدي. هل أنت متأكد أن أبا وهب هذا مجنون حقا؟ أتشك في هذا يا سيدي؟ والله ما سمعت منه إلا منطقا وحكمة. أتشك في جنونه يا سيدي وقد امتطى القصبة أمام ناظريك حصانا؟ لولا الذي شككت فيه لكان مؤنسا حقا. ألا يكون مؤنسا سيدي الوالي وقد جعله الخليفة في بطانته؟ ستكون هذه الدار دار إمارة إن شاء الله. ستنقلب على والدي يا ابن ليث؟ ستكون دار والدك حينها دار خلافة. الناس في خراسان وسمرقند قش يابس ينتظر من يشعله. ومن سيشعله؟ قائد محنك يعرف ميولهم ورغباتهم. أظن أن ذلك القائد لا يخفى عنك. لقد كان جدودي من آل سيار أسياد هذه البلاد ذات يوم. والله في نفسك حمية الإمارة. أنا؟ حديثك ينم عن ذلك. إنما نحن نمضي الوقت يا صاحبي. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واحشرنا مع عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين يا الله. من الذي تراه يا قصي؟ أهو العالم الفقيه كما تنهى إليه أم المخبول عندما يمتطي قصبته؟
ما الذي تفعله يا بهلول؟ أصلي. لمن؟ لله عز وجل. أو تعرف الله؟ إنه في السماء. اسمع، ألا تبوح لي بسرك؟ أي سر يا قصي؟ سمعت عنك أنك كنت فقيها في قومك. ألا تعطيني حصاني فأرحل عنك؟ دعك من الحصان واستمع إلي. لمن تدعو بدعائك؟ للخليفة. للخليفة؟ وماذا تريد من وراء ذلك؟ قصعة طعام أسد بها جوعي. كلما اقتربت من الحقيقة ابتعدت عنها. ما بك؟ سآتيك بقصعة طعام حتى لو لم تكن جائعا. الوشاة لا ينفكون يلاحقونني في كل حين. متى أتاك رسول الخليفة؟ منذ لحظات، وها هي رقاعه يحذرني فيها من مغبة أعمالي وعاقبة غضبه. حاول أن تجد مناصا، ابعث له بالكثير من الهدايا كما كنت تفعل سابقا. الخليفة سيتوجه إلى الري، ما رأيك أن آخذ زمام المبادرة فألتقيه هناك بالهدايا التي أحملها؟ أخشى عليك يا والدي من مكيدة ندبرها لك. هذا ما أخشاه أيضا. على هذا الكرسي كان يجلس الفضل بن يحيى البرمكي وليا، فلم يطل أمده وأعدل. ميسون، 3 أشهر مرت وأنت على هذه الحال. أعرف مدى حزنك وألمك لمقتل زوجك في بلاد الديلم، وأعرف أيضا أن الزوج عماد البيت. لكن موت الرجل لا يعني نهاية الحياة. ما الذي تريد قوله؟ ما أود قوله إنه إن مات معيلك فتستطيع اختيار معيل آخر. لست بحاجة إلى معيل، فمعي من الدراهم ما يكفيني أود جوع لسنوات طويلة. عماد المرأة زوجها في المقام الأول، وليس المال بالضرورة الملحة. أفصح عما تكتمه يا رافع. أطرح عليك ما كنت قد طرحته منذ سنوات. ما عدنا كما كنا يا ابن ليث. ما زلنا كما كنا يا ميسون. الحب ما زال متقدا في قلبي، والأمل ما زال يكمن في جوارحي. لكنني أرملة. وما عيب الأرملة؟ عيبها بأنها أصبحت امرأة مهملة منسية. لا أراك هكذا يا ميسون، أقسم بالله صدقا لا أراك هكذا. ها؟ ماذا قلت؟ دعني أفكر بالأمر. لقد أوصاني أبي بك خيرا. أوصاك خيرا فقدمت لي هذا، فما الذي تفعله لو لم يوصك؟ أقدمه خاليا من حباته. يا سبحان الله، تتوارثون الاحتيال جيلا إثر جيل. لو كنا نمارس الاحتيال لما أدخلناك دارنا. الدار دار الرعية، وما الخلفاء والولاة إلا ضيوفها. إذن نحن ضيوف الرعية. استضفتم أنفسكم رغما عنها. هب أنك لم تجد عنبا أمامك، فمن أين تتذوقه؟ من مطبخك. وإن لم تجد؟ أغتصبه من الرعية كما تفعلون. لا أستطيع أن أجاريك أبدا يا أبا وهب. ما رأيك بخراسان يا أبا وهب؟ أحسد الوالي عليها. وماذا تقول عنه؟
ثور في جلد الثعلب. ويحك، أتشبه الوالي بثور؟ لكنني ألبست ثوب ثعلب. صفتان مذمومتان. أكون منعما في خراسان من غير هذه الصفات؟ أخشى أن يسمعك فيؤذيك. اطمئن، لو ملك هذا الوالي أذنين لسمع شكوى الرعية في المقام الأول. متى تعود إلى بغداد؟ متى جمعت حوائجي. وما هي حوائجك؟ قبضة من تمر وجراب ماء وحصان يعدو. اطمئن يا مهان، كل شيء على ما يرام. لقد نجونا هذه المرة. علها الهدايا التي حملتها. إنها الهدايا ولساني وحنكتي. أخبرني، ما الذي حدث في غيابي؟ شيء مستهجن لن تصدقه. ما هو يا بني؟ رافع بن ليث ما به؟ تزوج. شيء مفرح، عساك أن تقتدي به. ولكنك لم تسألني بمن تزوج. تزوج بامرأة يحبها وتحبه. بل يحبها ولا تحبه. تبا لهذه الزيجة، أولها لؤم وآخرها شؤم. من تكون تلك؟ زوجة لتاجر ذهب إلى الديلم فقتل. رب ساع لقاعد. ولكن ما الذي دفعه للزواج من أرملة لا تحبه؟ حب قديم بينهما ومال تحتفظ به. نعمتان مكنونتان، لكني لا أحبذ أن تسعى وراءهما يوما. ميسون، ميسون، أين خرجت؟ ليس من عادتها الخروج من البيت. ما اسمك؟ جهيم بن منقذ. هذه الدار دارك؟ داري والمرأة التي تسكن فيها زوجتي. ألم تمت في بلاد الديلم؟ أتتغابى وأنا أمامك؟ سبحان من يحيي العظام وهي رميم. يا لسوء حظك يا رافع. بماذا تتمتم يا رجل؟ بشيء لن يسرك. من أنت؟ رجل ساقه القدر إليك. ألا تدخل الدار فترتاح؟ لا راحة في هذه الدار بعد اليوم. طالعنا بوم ينذر بالشؤم. اللهم أعذنا من هذا الطالع. تبا لحظك العاثر يا ميسون ومستقبلك القادم. كفاك نوحا يا امرأة. اندب حظي. ما عاد الندب ينفع. أنت زوجتي أمام الله ورسوله. وأنا زوجته أمام الله ورسوله. إنها أحجية. كيف انساقت الأمور إلى هذا الحد؟ كيف؟ تدبر الأمر يا رافع. أي أمر نتدبره؟ إنني زوجة رجلين. بل زوجة رجل واحد، هو رافع بن ليث بن ستار. كان أهلاني أن أنتظر. تنتظرين رجلا مات؟ أي موت تدعيه وهو يقبع في داره الآن؟ كيف حدث هذا لا أدري. أي قدر ذلك القدر القاتم الذي أحاطني. بئس ما سولت لي نفسي. اسمعي يا ميسون، اسمعي.
إن خيرت فمن تختارين؟ أختار الذي يرضي الله ورسوله. ويحك أيتها المرأة الغبية، أتختارين زهيما؟ والله لن تكوني في داره ما حييت. يا قوم، ها قد عدت من السفر وزوجتي في كنف رجل آخر يأبى أن يعيدها إلي، وأنا أطلبها على سنة الله ورسوله. يا أهل خراسان، من منكم عنده شرف النخوة والفضيلة ليساعدني ويعيد زوجتي إلى داري؟ من منكم عنده الحكمة فليذهب إلى رافع بن ليث ويجبره على إعادة زوجتي إلي. ليس أمامي سوى الوالي. يا سيدي الوالي، جئت أستغيثك وأنت أهل للإغاثة ومساعدة المظلومين. وما حاجتك؟ يا سيدي، إنني امرؤ من هذه البلاد، سافرت ردحا إلى بلاد الديلم تاركا زوجتي في داري، ثم عدت لأجد رجلا آخر قد اختطفها إلى داره. إنه يكذب يا أبي، لقد تزوجها رجل آخر وعلى سنة الله ورسوله. وكيف يتزوج الرجل من امرأة على ذمة رجل آخر؟ لقد تزوجها بعد أن أشيع عنه أنه مات في بلاد الديلم. يا سيدي، انظر إلي، ها قد عدت وأنا بصحة جيدة. أنا جهيم بن منقذ زوج ميسون الحقيقي. والله لو كانت تقسم لقسمتها بينكما. هذه مسألة صعبة يا جهيم. وما الصعوبة فيها يا سيدي؟ نحن مسلمون، والمرأة لزوجها عند عودته. يا جهيم، لقد أشيع خبر موتك. أشيع؟ يا سيدي، متى كان يؤخذ بالشائعة؟ دعني أفكر بالأمر. أين حصانك يا بهلول؟ ربطته في الإسطبل. عجبا لأمرك، ما رأيتك تمتطيه إلا نادرا. وما العجيب في ذلك؟ يشاع عنك أنه لا يفارقك في بغداد أبدا. أيكون هذا لأن أهل هذه البلاد يجهلونك وأن ما تمتطيه شيء تهرب به من واقعك؟ دعك مما يشاع عني وقل لي، ما الذي جرى في خراسان؟ هل عادت الزوجة إلى زوجها الأول؟ بل بقيت في كنف زوجها الثاني. أيعقل أن يحدث هذا في بلاد تدين بالإسلام؟ ما هو موقف الوالي؟ هو الذي أمر بذلك، وأبقى الزوجة في كنف رافع بن ليث. قسما لو قيض لي الركوب على الحصان والانطلاق في هذا الليل إلى بغداد لما توانيت أبدا. هل طلبتني يا والدي؟ اجلس يا ولدي. ما الذي يقلقك يا والدي؟ هذا الرقاع هو ما يقلقني. وكيف عرف الخليفة بهذا الأمر؟ لقد ذهب إليه جهيم واشتكى. الويل له. بل الويل لنا، فالخليفة يأمرنا بفسخ ما تم بين رافع وزوجته وإعادة الزوجة إلى بعلها الأول. ولكن هذا أمر عسير. هذا يقع على عاتقك. وماذا عساي أن أفعل؟ حاول أن تقنع رافعا أن يترك ميسون وشأنها كي تعود إلى دارها وزوجها. مستحيل هذا الأمر، لن يفعل رافع ما طلب منك. بل يجب أن يفعله ولو بقوة السيف. لن أضحي بالولاية من أجل رافع هذا. لكنه يحبها. فليذهب إلى الجحيم، بل فليذهبوا جميعا. أريد أن أرتاح من هذه القضية. ألا تجد حلا آخر لهذه القضية؟ أي حل يا مهان؟ الحل الذي يحفظ ماء وجه الجميع. لعمري ما سمعت بمثل هذا من قبل. الوالي يريد أن يعيد لي زوجتي بشرط أن أجيبه عن أسئلته الثلاثة. وما هي هذه الأسئلة الثلاثة؟ أسئلة يعجز المرء عن حلها. يسألني أولا عن عدد النجوم في السماء، وثانيا عن ثمنه. ثمن من؟ ثمن الوالي.
الجواب بسيط: قيراط إن كنت من المسرفين. وسؤاله الثالث أن أعرف بماذا يفكر. اطمئن، باستطاعتك أن تجيب عن هذا السؤال أيضا. ماذا قلت؟ قلت أريد أن أساعدك في حل ما أشكل عليك من الأسئلة الثلاثة. أتصدق هذا يا قصي؟ ربما نعم، قد قبلت بهذه الأيام 20 التي قضاها في خراسان. الغريق يتعلق بعود صغير لكي ينجو. ما أظنني سأنجو من سيف الوالي ورافع بن ليث. أوكلت أمري إليك. لن أخسر شيئا بعد أن خسرت كل شيء. دع الأمر لي إلى صباح الغد. اسمعوا، هذا جهيم قد أتى ليحل مسائل الثلاثة أمامكم، فإن أصاب استرجع زوجته، وأن أخطأ بإحداها يا أبي خسر ما وعد به، وبقيت ميسون لرافع بن ليث، وما أظنني ظلمت أحدا في هذا. يا جهيم، إليك السؤال الأول. سيدي الوالي، قبل الإجابة على السؤال أود القول بأنني جئت بهذا الرجل لينوب عني بالإجابة. ولم ينوب عنك والأسئلة موجهة إليك؟ سيدي الوالي، ما الضير أن يجيب هذا الرجل؟ أصاب أو أخطأ فوقع على جهيم وقضيته. ما هي مهنتك؟ صياد أسماك يا سيدي. أنك تجيد صيد السمك فقط. أقسم إنك ولجت الباب الذي ليس لك. هذا قدر. بل قدر جهيم. أتعرف الأسئلة؟ إذن ما جواب السؤال الأول؟ كم نجمة في السماء؟ أحصيتها يا سيدي في ليلة مقمرة، كنت أصطاد فيها السمك سمكة إثر سمكة، فوجدتها 3071 نجمة، لا تزيد ولا تنقص. أجزنا لك الجواب الأول. أما السؤال الثاني فهو: كم تقدر ثمني؟ ثمنك يا سيدي كل شيء بالحساب. إذا كان يهوذا الإسخريوطي قد باع نبي الله عيسى لأعدائه ب30 قطعة من الفضة، فأنت ب29، ولا أظنك المسيح أو توازيه قيمة. أجزنا لك هذا أيضا. أما السؤال الثالث: ما الذي أفكر فيه؟ إنك تفكر يا سيدي أن الجالس أمامك هو صياد سمك دون شك، إنما الحقيقة يا سيدي هي أنني أبو وهب البغدادي. لقد فزت بالإجابات الثلاث يا أبا وهب، وهزمتني في الوقت الذي لم أكن أتوقع أن أحدا سيهزمني أبدا. يا جهيم، لك زوجتك. أطال الله في عمرك. مولاي، أين حصاني؟ أين حصاني؟